السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في القناة مطبخ الصديقات. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هذه الحلوة. حلوة دوازتاي كتجي فنة كتذوب في الفم، مذاقها رائع وسهلة، ما فيهاش المقادير بزاف، ما فيهاش البيض وما كتحتاجش للطابع، كتشكل غير باليد كما غتشوفوا معايا في الفيديو. كتجي زوينة الصراحة، كتذوب في الفم وكتجي خفيفة. ان شاء الله مع هاد الايام ديال الحجر الصحي جربوها وردوا عليا الخبر. في المقادير ديال هاد الحلوه غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده مارغرين، المهم وحده هذه ديال 250 غرام، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال المايزينا، نص كاس ديال الزيت. عندي هنا 3 كيسان ديال الدقيق، ولكن تنشوف نقدر ندير كثر نقدر ندير قل، تنعجنها ونقول لكم شحال بالضبط استعملت. عندي هنا واحد شاصيه ديال الخماره، عندي واحد الفاني وجوج شاصيات ديال الكاكاو. الكاكاو هكا ديال الشاصيات تقدروا ديروا معلقه ديال الكاكاو. نبدا على بركه الله. ندير الزبده، نخدمها بالسكر كلاصي مزيان. ندير مايزينا ونخدمها، نحاول نخدمها مزيان بحال هكا مع السكر كلاصي ومايزينا. غنضيف شاصيه ديال الفاني وغنضيف الزيت. الزيت هي اللي غادي تساعدني باش تحل لي الزبده. درت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق وباقي عندي جاريه بزاف، غادي نضيف الرابع وغادي ندير شاصيه ديال الخميره كنخليها هي الاخرى وغنجمع. المهم الدقيق كيبقى حسب الخليط. درت 4 الكيسان هما باش جمعت هاد العجينه. بعد ما عجنتها هكا خصها تكون رخوه، ما تكونش قاصحه بزاف. دابا غنقسمها على جوج بحال هكا، نحاول نقسمها هكا. وغنحيد هذه نحيدها نخليها على جنب، وهذه نضيف عليها جوج شاصيات ديال الكاكاو. غنحيد هذه على جنب باش ما تبقاش، باش ما توسخليش بالكاكاو، نحيدها على جنب ونجمع هذه، نجمعها بهذا الكاكاو. نحاول ندخل فيها الكاكاو مزيان تتولي كحله. ملي دخلت فيها الكاكاو جاتني بحال هذا الشكل، هانتوما ولات قهويه. وها هي البيضه اللي عندي. ندوزو دابا ان شاء الله للطريقه. كندهن اللاطه ديالي بشويه الزيت ضروري.
دابا غنكور العجينه ديالي بحال هكا، كويرات صغيورين بحال هكا. ندوز عاوتاني لهاد الكحله، كويرات صغيورين كما كتشوفوا بحال هكا. الصراحه كتجي زوينه، مذاقها كيجي رائع، كتجي خفيفه. دابا شوفوا معايا الطريقه. غادي ندير وحده بيضه، وحده كحله، وحده كنمشي هكا، وحده بيضه، وحده كحله، وحده بيضه بحال هكا، وغادي ندورها بحال هكا. كنحربلها مزيان بين يديا وكنضغط شويه، كنحربل وكنبرك حتى كنحصلوا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كتجي حلزونيه، شكلها كيجي زوين وما كتحتاجش الطابع نهائيا. ندير معكم وحده اخرى باش نبسط لكم الطريقه بحال هكا. كندير وحده بيضه، وحده كحله، وحده بيضه، كندير ثلاثه بيض وثلاثه كحل بحال هكا. كنجمع بحال هكا بيديا وكنبدا كنضغط وكندور، كنضغط وكنحربل بحال هكا وكنبرك. هانتوما الطريقه ساهله ومذاقها كيجي زوين. وكما قلت لكم راه ما فيهاش المقادير بزاف، وسهله في التحضير، ما كتحتاج لا طابع لا والو، يعني كتشكل غير هكا باليد بحال هكا، وكتجي رائعه، كتذوب في الفم، مذاقها رائع. وان شاء الله منين تجربوها غتشوفوا. كما كتشوفوا معايا كورت العجينه اللي عندي كلها، كورت البيضه خليتها على جنب، واللي فيها الكاكاو خليتها على جنب. هكا غيسهل عليا نشكلها كلها ونعاودو نطلقها. شكلت الكوارث ديالي كاملين، كتجي بحال هكا. غندخلها للفران ان شاء الله ونعاودو نطلقاو. ها كيفاش كيجي الشكل ديالها، كتجي زوينه. مهم ندخلها للفران، ما غنخليهاش تحمر، غير نحس بها طابت وغادي نحيدها ونطلقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما خصهمش يتحمروا بزاف كما كتشوفوا، باش كيبقى باين ديك الديكور ديالهم من الفوق. كيجيو زوينين رائعين الصراحه، كيحمقوا عليهم الكبار والصغار. كنتمنى تجربوهم وان شاء الله غادي يعجبوكم. ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله، وبالصحه والراحه.